اليوم فيديو توضيح الفنانة دنيا بطمة بخصوص الضجة الأخيرة بخروج هشام الملولي المعروف بأنه يريد البوز أو الشهرة، حيث نشر فيديو قصير يجمعه مع الفنانة دنيا بطمة أثناء غنائها، حيث قال: باطمة ديالي الله يجمعنا في الحلال إن شاء الله، خوتي بلا كذوب واش جينا مع بعضياتنا؟ خطبها نجيب 10 من الحاجه، والله تنجيب 10 من الحاجه ونجي نخطب. هذيك البنت عزيزه عليا، كيما نكذب عليكم عزيزه عليا، كنحترمها بزاف. عمرنا شفنا منها شي حاجه اللي كتوسخ المغاربه ولا كتشوه المغاربه. ديك الدريه عزيزه علينا. نتوما شوف بيناتكم ولاد، لا كنتو غتجمعوا هذا الشيء وصافي، جمعوا هذا الشيء وطويوه هانيه. حنا راه رجال خدارين وخائنين، ونجيو الصراحه راه رجال خدارين وخائنين مني وجبد. حنا عزيز علينا ناكلوا من الزبل، حنا كنخليو النعمه ونمشيو ناكلوا من الزبل. الرجال كاملين دايرين هكا لدرجه ان ربي عطانا نتزوجوا ب4 ديال العيالات وبالرجوله الدراري. ولكن دنيا بطمة وجهت له رسالة طويلة جدا، حيث قالت فيها: السلام عليكم، كيقول لك واحد المثل: دير الخير تلقى الشر، واذا الشي زاد عن حده وجب علي التوضيح. انا كفنانه مغربيه بنت حي شعبي معروفه عليا الابتسامه ما كتفارقنيش وما متكبراش نهائيا. واش هذا غلط؟ ما عرفتش الصراحه. اخر حفل وقع واحد الموقف، واحد الشخص باغي يطلع يتصور وبقى فيا ما خلاوش. قلت ليهم ماشي مشكل، بحالو بحال غيره، رحبت به وطلع دار فيديو وسط ازعاج وصداع. قلت له شنو سميتك، حيت اذا هو كيحسب له معروف انا ما عرفتوش، حاجه عاديه. قال لي الاسم ديالو، عملت له اهداء، يمكن ما تقبلش انني ما عرفتش اسمه، فحول فيديو الى فيلم قصير من تاليفه. من بعد اكتشفت ان هذا الانسان معروف كيموت على البوز الخاوي. كتب في التدوينه يمكن هو ما عارفش خطوره داكشي اللي كتب، حيت واحد معمي خاصو الصرف والبوز فقط، ولكن ماشي على ظهري انا. دخل في الطريق الغلط مع الشخص الغلط اللي ما كيسكتش على حقه، وماشي حد قصير اللي جاي نقز. من بعد عرفت شكون مصيفطو وعرفت الغايه من الموضوع كامل. انسانه مستهدفه في هذا الوقت بالضبط. المهم كل من تخول له نفسه انه يتعامل بهذه الطريقه اللي كنسميها انا قله الترابي وقله الاداب. واحد مطلعين ويتصور بحاله بحال اي فانز، ولا باغي يتزوج كاع بساله ودصاره وقله الوعي. اللي ما مربيش غادي يربيه القانون. راه ما كايناش السيبه في البلاد. ممكن بعض الامور ندوزهم بمزاجي، واشياء ما كندوزهاش حتى كنطرق ليها وتكون عبره لمن لا يعتبر. وداك النوع بالضبط يستحق القمع فعلا. حلم على قدك. هكذا كان رد دنيا بطمة على هشام الملولي بعدما طلب منها الزواج. نقدروا نقولوا هذه أصعب فترة في حياة دنيا بطمة. خاص كلشي يكون عندها مدروس، كلامها، تصرفاتها، حتى من الضحكة ديالها. ماشي تطلع شي إشاعة وتقول عليها عادي وتدوزها، لا، خاص دير توضيح وتوقفها عند حدها، لأن الحاجة كتكون مجرد إشاعة. حتى بنادم كيطلع مصدق الإشاعة اللي طلقها ومخلي الناس كذلك كتصدق. العين على دنيا بطمة بزاف من جميع الجهات، وخاصها ترد بالها لأي خطوة كما نصحوها جميع المتتبعات. نخليكم متابعين حتى الفيديو آخر إن شاء الله، ودائما مع الجديد. إلى اللقاء.